صباحكم الله بالخير، وكل عام وأنتم بخير وبصحة وسلامة وعافية. والله من خلال هذا الفيديو نشتي نتكلم من قضية صادق أبو شعر، لأن الناس بيسألونا ولكن ما نعمل ما بالله اللي فيه. سبق وتكلمنا الكثير من سبس قضية صادق أبو شعر، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. تابعنا والناس بيحرجونا، موقف أمس الموقف الطويل العريض، والناس بيقولوا يعني وين قضية صادق أبو شعر، ويتخيلنا القضية عندي أنا وأنه أنا الوحيد الذي كذا. فإحنا يعني تابعنا وفعلنا وحاولنا وقدمنا استقالتنا، قلنا نقدم استقالتنا من المشيخة ومن البلاد والعباد من أجل أنهم يفهموا رسالة، ولكن البعض استغلها ويجي يقول لك ها أنت قلت أنت مع أنت الشايخ معه حقير، يعني لكن جيت أوقع من عنده، لكن هذا كله مش مهم. الآن أنا أتوجه بهذه الرسالة الأخيرة لبيت الأمير، ومن متعصب مع بيت الأمير ومن ما يمشي إلا قوله. فأنا أقول وصلنا إلى طريق مسدود بالنسبة لما يحصل وكل ما هو يعني ناشدنا أو تكلمنا أو سرنا أو جينا وكذا، لكن هم مصرين على أنهم يشتوا يحكموا. فأنا أشهد الله بالسماء وملائكته وبشر في الأرض أنه أنا أرغم بيت أبو شعر يقبلوا على التحكيم على شروط معينة. أولا، إذا هم يشتوا يحكموا أدوا 100 بندق وبندق و3 سيارات آخر موديل شبح جديد مقرطصة يوصلوا بها لداخل الشعر. وإذا لم يعملوا يفعلوا قاعدة تحكيم مطلق ليس لهم إلا ما حكموا بيت أبو شعر، بقليل أو بكثير إيش ما حكموا ينفذوا. إنهم موافقين أهلا وسهلا ومرحبا بهم، وإن مش موافقين فأقول للجهات المختصة وللجهات الذي المعنية ارسلوا لنا قضية الدولة القضاء، وما جاء من القضاء مثل قفته الأرض قفه السماء. إحنا محكمين للقضاء، لكن ما بدو إحنا ضعاف ما استطعنا نعمل أي شيء. فنقول هكذا 100 بندق وبندق و3 سيارات شبح وعمل تحكيم مطلق ليس لهم إلا ما حكموا بيت أبو شعر، وأهلا وسهلا ينزل داخل الشعر. ما بش الكلام هذا، ترسلوا قضية المحكمة والنيابة وما جاء من القضاء إحنا مستلقفين له لنا ولا علينا. لكن هذا لا تقولوا ان احنا متعندين اهل بعدين والشعر ما نشيش نقرب مقارب الناس. احنا ناخذها باسلاف واعراف مارب والجوف. 100 بندق وبندق و3 سيارات شبح وتحكيم مطلق ليس لكم الا ما حكمنا به، فاهلا وسهلا. ما بش الكلام هذا، ارسلتوا القضية القضاء، وإن ما أنتم موافقين لا على قضاء ولا على تحكيم ولا على شيء، والله إن إحنا أهل بيت أبو شعر رجال ويأخذوا حقهم على عيني وراسي، وإن إحنا ما عاد إحنا رجال لا هم ولا إحنا ولا الولاطق الوسطى، فلعنة الله عليها برجالة، ولعنة الله عليها إنسانية، ولعنة الله عليها نحن نكون قدمت استقالتك من المشيخة. إذا ما بش لنا قيمة ولا لنا شيء قد واحد يقدم استقالته من البلاد. من زعل مني زعل، ومن أعجبه أعجبه، ما أعجبش ما أعجبش. أنا هذا كلمتي وأول كلام وآخر كلام. بعد هذا الكلام أقول يا أخ المحافظ ويا أخ فؤاد العماد ويا أخ رزق الجوفي، أنتم معهم يعني محرجين لكم بقضية التحكيم. فإحنا نقول أنا أرغم بيت أبو شعر بقبول التحكيم بهذا الشروط اللي طرحتها،
بهذا الشروط اللي طرحتها من أجل تخرجوا ما وجيهكم المحافظ وفؤاد العماد وفوزق الجوفي. أنا فاهم أنتم محرجين وأنه كذا، فأنا أقول هذا من أجلكم أنتم، نطرح من أجلكم أنتم. ما عبش بعدها 100 بندق وبندق و3 سيارات شبح آخر من الجديد وتحكيم مطلق ليس لهم إلا ما حكموا بيت أبو شعر ومشايخ المناطق الوسطى. أهلا وسهلا مرحبا بهم، وإن ما فيش فالقضاء فوق الناس كلهم. هذا من أجل يقولون نحن متعنتين. وهذه رسالتي للقاصي والداني. أنا فاهم في ناس يقولها بتطاح أمير راجح، والله ما أنا مبطوح ولا أنا خائف إلا من الله سبحانه وتعالى. ما بدنا على حق، الله معين. فأنا أفهموا إحنا وصلنا إلى هنا بغرت الحلقوم. من ما ندخل في مجلس ولا ندخل مكان ولا نسن أي مكان ولا نحضر مع ناس إلا وقالوا قضية صادق أبو شعر تكون كيف ما كانت. فقد إحنا قلنا لكم قابلين التحكيم بهذا الشروط، وإلا ارسلوا قضية القضاء، وما جاء من القضاء حيابه علينا ولا لنا ولا علينا. وهذه رسالتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.